دلوقتي استوديو هيتس مع عايدة سعودي على راديو هيتس. ولسه بنكمل معاكم استوديو هيتس على راديو هيتس. وعمر ميرسي على المسج بتاعتك، وأسامة وأحمد الزيات. وحد بيقول انت ليه قلتي الصكوك نقطة؟ هنفهم حالا. التيار الشعبي انت ليه دايما بتناقشوا الحاجات من وجهة نظر واحدة، وجهة نظر سياسية واحدة؟ لا، احنا هنتكلم وجهة نظر اقتصادية بحتة مش سياسية على فكرة خالص. رغد ميرسي على المسج. دودي بيقول الامتحانات بتاعته كانت صعبة، ادوار ثانوية عامة ربنا معاكم ان شاء الله. بس النهارده بقى ركز في الاقتصاد اللي هنقوله والكلام اللي هنقوله النهارده في حلقتنا في استوديو هيتس. رقم الاس ام اس 8802. بيشرفني يكون معايا استاذ رائد سلامه، هو الخبير الاقتصادي وعضو مجلس امناء التيار الشعبي. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير. منورني. كل عليكي وعلى كل المستمعين. ميرسي لحضرتك وميرسي على وجودك معانا وكل الكلام ده. بس احنا محتاجين من حضرتك شويه معلومات كتيره بقى، فاسمح لي اسالك كل الاسئله اللي في بالنا. احنا عمرنا ما كنا مهتمين بالاقتصاد وعمرنا ما كنا بنفهمه احنا كمواطنين عاديين. وعايزه افهم بقى، يعني خلينا نبتدي. انا قلت للناس هنتكلم على صكوك الاسلاميه او صكوك نقطه، وهنتكلم على محور قناه السويس، وبشكل عام اكيد هنتكلم على حل الاقتصاد وحل البلد. فممكن حضرتك تقول لي ايه موضوع الصكوك ده؟ اللي هو ايه ده يعني؟ ايه يعني اشرح لي بقى. طيب، هو كلمه الصكوك مبدئيا، صكوك نقطه دي كلمه مهمه جدا وفي الصميم، لانه هو طلع 3 نسخ من قانون الصكوك. النسخه الاولانيه كان اسمها الصكوك الاسلاميه السياديه، وبعدين النسخه الاخيره بقى اسمها الصكوك فقط. اتشالت كلمه الاسلاميه واتشالت كلمه السياديه، بحيث انها تبقى عامه على كل حاجه. السياديه يعني مرتبطه بالحكومه او بالدوله، باعمال السياده بالظبط كده. فهم شالوها علشان كمان تشمل اشياء اخرى بخلاف الاعمال السياده او الدوله. واتشالت اسلاميه من النسخه الاخيره، بحيث انه يعني لتلافي عرض القانون على الازهر، باعتبار ان في ماده في الدستور بتقول كل ما يتعلق بالشريعه الاسلاميه لازم يعرض على الازهر. وبعدين لما سالنا طيب يا جماعه انتوا ليه بتقولوا ليه شلتوا الاسلاميه؟ طب ما احنا بنقول احكام شريعه ومبادئ شريعه، ليه شلتوا الاسلاميه؟ فقالوا المعروف لا يعرف، اذا فهو برضه شريعه، يبقى لازم نعرض على الازهر. فتعرضت على الازهر وقال بعض ملاحظات جوهريه، لكن للاسف ما اتخذش بيها. تمام. من الناحيه المبدئيه، الصك عباره عن، ببساطه شديده عشان نقربها للناس، هي يعني خلينا نحط التعريف العلمي الاول وبعدين نشرحه بشكل ابسط. الصك عباره عن اداه من ادوات التمويل بتتسم بصفتين اساسيتين. اولا انها تكون متوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه فيما يتعلق بالبزنس اللي بتشتغل فيه، يعني الانشطه يعني اللي هتتعمل بيها الفلوس دي تبقى بتتماشى مع الشريعه بالظبط. والحاجه الثانيه انها ما تكونش بتدر فايده، ولكن بيبقى نوع من انواع المشاركه في الارباح. بتدر فايده علينا احنا على الاقل ولا ايه؟ بتدر فائده، انترست للقرض نفسه لصاحب الصك او اللي مدينا الفلوس. فهي ببساطه شديده زي السند، يعني اللي هو واحد بيستلف من واحد مبلغ ما في مقابل ان هو يرجعه له بعد فتره، بالاضافه لفوائد. بس الفوائد دي ما بيسموهاش هنا فوائد، بيسموها ايرادات او مشاركه في الارباح. وفي اكتر من نوع من انواع الصكوك، يعني هي ببساطه برضو دين. تمام. لكن بيقولوا ان عشان يفرقوها ما بينها وما بين الديون الاخرى او السندات العاديه، ان مفيش عليها انترست، مش محمله باي فوائد. المدين بيضطر ان هو يدفعها للدائن على اساس انه ده حرام، بيشاركوا على اساس انه ده يعني من وجهه نظره من ان الارباح دي لا تتوافق مع الشريعه. بالظبط كده، وبيشاركوا في الارباح. تمام. طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، طب ما لو ما عملناش ارباح هنعمل ايه؟ مفيش حاجه. مش الدائن مش هياخد انترست بطبيعه الحال، مش هياخد ارباح. بس انا ممكن اعمل مشروع يجيب لي ربح انا بالفلوس دي. بالظبط. بالظبط. لكن اقصد يعني هو اذا قلنا سلف، واحد بيسلف واحد عشان يعمل مشروع، فاللي بيسلف علشان يحقق انترست من اللي بيسلفه. فهو النهارده لو سلف ومفيش حاجه اسمها فايده، فهو مشترك في الارباح اللي بيسموها الغنم والغرم. يعني طلع ارباح هيشترك معايا، طلعت خسائر برضه شايلها معايا، مش هياخد اي حاجه. وطلع لي 10 جنيه حسب النسبه اللي اتفقنا عليها، هياخد مثلا 2 جنيه من ال10 او 5 جنيه من ال10 بالظبط، حسب ما يتم الاتفاق عليه، بس مش بانترست فايده، مش بنسبه ثابته، امال بنسبه متغيره حسب الارباح. يجي مثلا يقول انا هسلفك النهارده 10 جنيه في مقابل ان انا اشترك معاكي في البيزنس ده.
ماشي. وبناء عليها خلينا نقول مثلا البيزنس ده يتكلف 20 جنيه، انت هتحطي 10 جنيه وانا هحط 10 جنيه تاني من عندي اللي انا بسلفهم لك، يبقى الربح لو طلع 2 جنيه كل واحد فينا ياخد جنيه وجنيه. حلو جدا. لمده كام سنه بقى؟ يعني انت بتاخد معايا في الارباح بتاعه مشروعي. انا فتحت كشك، خلينا ناخد مثال كشك. انا فتحت كشك، دفعت 10 وحضرتك دفعت 10، والكشك بيطلع لي كل يوم 2 جنيه. تمام. حضرتك بتاخد جنيه وانا جنيه، لغايه امتى بقى؟ لغايه ما هي ارباح الكشك ولا المبلغ اللي متفق عليه ان انا ادفعه لك؟ الارباح لغايه ما يتم السداد قيمه الدين بقى الاصلي. بمعنى ان انا سلفتك 10 جنيه، ال 10 جنيه دول بيدروا ارباح 2 جنيه في اليوم. 2 جنيه في اليوم، كل واحد فينا بياخد جنيه حسب ما هو متفق عليه. ده فيما يتعلق بالاشتراك في الارباح. انما انت ملزمه في جميع الاحوال انك تسددي ال 10 جنيه اللي استلفتيهم. اذا في فرق بقى ما بين القسط، قسط من اصل القرض او اصل الدين، والربح اللي بينتج عن استخدام الدين ده. تمام. فانا هرجع لك جنيه لمده 10 ايام، بقى جات لك ال 10 جنيه بتاعتك. خلاص كده؟ لا مش بالظبط. مش بالظبط بالظبط. دي اللي هي الارباح البيزنس اللي عملناه سوا، انما انت ملتزمه في نفس الوقت انك ترجعي لي ال 10 جنيه. طب ما هي دي مش ده ربح ليه ولا ايه؟ لا، ولا احنا هي اصل القرض. ماشي. انا رجعت له اصل القرض على اقساط وخد من ارباح وشاركني كمان في الارباح اللي انا عملتها. بالظبط كده. طب ما انا اكني دفعت له انترست يعني عادي. بالظبط. ما هي الفكره يعني بس انه لو انا ما طلعتش ارباح فهو بالتالي مش هياخد ارباح. ده هو الفرق الوحيد. وهو اكشولي مش فرق. يعني لو جينا للحق بقى، لو بنتكلم على يعني بزنس وصناعه حقيقيه، طب ما هو لو فرض وانا سلفت واحد السلف التقليدي المعتاد وتعثر في السداد لسبب او لاخر، ما هو مش هيسدد عليه. يعني هتعمل ايه؟ ما هو مش هيسدد. ده في بعض الاوقات الدائن بيبقى في موقف اضعف من المدين، لانه هيعمل ايه؟ طيب اخر سؤال ونسمع اغنيه ونرجع نكمل طبعا كلامنا. يعني دلوقتي انا بدي لك جنيه من الارباح وبسدد لك، هفترض ان انا ادي لك جنيه ونص عشان النص ده يروح لاصل القرض، والجنيه انت بتشارك لغايه امتى برضو؟ لغايه ما يستوفي قيمه الدين. يعني اذا قلنا ان الدين 10 جنيه فتفضلي تدفعي نص جنيه على لغايه الجنيه؟ ما على الجنيه اللي هو مشاركه في الارباح، لغايه ما ال 10 جنيه دول يخلصوا. يعني انا ممكن ما اديكش نص جنيه وافضل ادي لك الارباح بس واخلي القرض على جنب؟ لانه في جدول تاني لسداد قيمه القرض. طيب نتكلم عن التفاصيل ونفهم اكتر موضوع طبعا الصكوك. بنتكلم عن الصكوك. اللي عايز يفهم حاجه او عايز يسال على حاجه يبعت لنا على 8802، ده رقم الاس ام اس، ومكملين معاكم لغايه الساعه 10. معانا دكتور رائد سلامه، هو الخبير الاقتصادي وعضو مجلس امناء التيار الشعبي. زياد رحباني، ونرجع تاني. انا مش كافر بس الجوع كافر. انتوا بتسمعوا استوديو هيتس مع عايدة سعودي على راديو هيتس. ولسه بنكمل كلامنا عن الصكوك مع ضيفنا استاذ رائد سلامه، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس امناء التيار الشعبي. منورنا مره ثانيه يا دكتور. اهلا بيك. رقم الاس ام اس 8802 لو حابين تسالوا اي سؤال عن الصكوك، وكمان شويه هنتكلم عن كمان محور قناه السويس. يبقى احنا كده فهمنا انه الصكوك هي طريقه من طرق الاقتراض الموجوده، بس دي موجوده في العالم كله. يعني في ناس عملت كده غيرنا؟ طبعا يعني هو الحكايه بدات مع بالتحديد في بعد حرب 73. بعد حرب 73 نتج عن الحرب زياده في اسعار النفط مهوله، فاصبح متوافر عند الدول الخليجيه فوائض نقديه غير عاديه من زياده اسعار النفط والانتاج. فعايزين يستثمروها، عايزين يشيلوها. فجم الجماعه الامريكان والانجليز قالوا تعالوا نشوف لهم الجماعه دول حاجه ناخد فلوسهم بيها. فبداوا يشتغلوا على المواضيع دي بعد حرب 73 بالتحديد. يعني اللي هي يعملوا لنا حاجه اسمها المنتجات الاسلاميه، المنتجات الاقتصاديه الاسلاميه، مضاربه، مرابحه، مشاركه ضحكوا علينا يعني ولا ايه؟ هم واقع الامر هم ضحكوا علينا، لان الاموال الفائضه المهوله اللي كانت موجوده اتوظفت بره منطقه الشرق الاوسط. فكان من الاولى ان احنا نستفيد بيها كعرب و يعني باعتبارات ان احنا اشقاء، وباعتبارات ان احنا كنا سبب جوهري في الزياده اللي حصلت في اقتصاديات الدول دي.
تمام. فنشأت من هنا فكرة الاقتصاد الإسلامي والبرودكتس الإسلامية أو المنتجات الإسلامية. زادت بقى مسألة الصكوك وظهرت بشكل واضح جدا في أوائل في أوائل يعني الفينات، أعتقد 2001 2002 في ماليزيا بالتحديد. وبدأت مسألة الصكوك من هنا. هي في النهاية مسألة تسليف ولكن في شكل مختلف. تمام. بكلام حضرتك ده وعلى قد عقلي الصغير مفيش مشكله. ايه المشكله بقى؟ يعني ايه ليه الناس ضد هذا القانون، وقانون الصكوك ما ينفعش وده خطر وفيه سم قاتل وده هيبيعوا بيه البلد وحسينا ان احنا هنرهن مصر كده في لاي حد معدي ايه المشكله في حضرتك قلتم؟ انا بالنسبه لي كواحده عاديه مفيش مشكله. تمام بالظبط. هي مساله الصك كصك يعني حاجه عاديه جدا زيها زي الاشياء الاخرى من الناحيه العلميه، من الناحيه المطلقه. انما لو هنتكلم بقى على القانون اللي طلع عندنا هنا بقى اللي هنتكلم كتير قوي. اتفضل نبتدي نقسمها على اجزاء بس عشان تمام. هو يعني اذا حبينا مثلا نقول ان مين اللي هيصدر الصكوك في مصر، مين صاحب الحق في هذا الكلام، وهل في رقابه عليه ولا لا، والرقابه دي من مين؟ في بعض المواد في القانون بتنص على ان من حق رئيس الوزراء، من حق رئيس الجمهورية ان هو يصدر الصكوك، وهتنشأ هيئة. الهيئة دي اسمها الهيئة الشرعية، هتراقب اعمال مصدر الصكوك. تمام؟ حلو. الهيئة الشرعية هنا، الهيئة الشرعية دي عليها أزمة كبيرة، أزمة جوهرية، لأن ما تمش النص في القانون على الهيئة الشرعية دي شيء أساسي ومهم جدا، أن أعضاء الهيئة الشرعية دول جنسياتهم إيه؟ أصلا مش منصوص في القانون جنسية أعضاء الهيئة الشرعية إيه؟ أكيد مصريين يعني يا دكتور. ما هو ما فيش حاجة اسمها احنا بنتكلم في قانون بقى وبنتكلم في اقتصاد دولة، لابد من النص القاطع والواضح والصريح. خلافا لكده انا ممكن الاقي، لان انا بتكلم على اعضاء الهيئه الشرعيه دول يتوافر فيهم ان هو يكون عامل دراسات في الاقتصاد الاسلامي، لازم يكون عامل دراسات في الفقه، لازم يكون. طب ما ممكن يجي يقول لي انا مفيش حد في المصريين عنده الخبره دي، ولذلك انا هروح اجيب واحد من باكستان مثلا، او هروح اجيب واحد من ماليزيا، اندونيسيا، واحد من حماس، واحد من القاعده. هلاقي نفسنا داخلين في متاهه احنا مش قدها. لكن ببساطه عددهم قد ايه المفروض؟ قايلين عددهم طيب ولا افتكر كان العدد بس انا مش متذكر الحقيقه العدد، لكن بالدرجه الاساسيه انه ما تمش النص على جنسيه اعضاء الهيئه الشرعيه. اوكي. فدي احد الاشياء اللي احنا كنا بنقول عليها. وهي دور اللجنه الشرعيه دي انها بتراقب الصكوك اللي بيصدرها رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه، صح بالظبط كده؟ بالظبط. من اي ناحيه؟ من مدى التزامها باحكام الشريعه الاسلاميه. وهنا برضو في وقفه تانية، لان حسب نص القانون بيقول الالتزام باحكام الشريعه الاسلاميه. طيب احنا الدستور بيقول انه مبادئ الشريعه الاسلاميه مش احكام الشريعه الاسلاميه. في النص هنا قايلين احكام الشريعه الاسلاميه. يعني خليني اقول لك بالظبط. طيب يعني احنا برضو براجع مع الناس تاني، احنا بنتكلم على قانون الصكوك، بنفهم ايه المشكله، ايه الايجابيات، ايه السلبيات، اذا كان في ناس عملت كده تانية قبلنا ونفع، ولا احنا بنخترع العجله طول الوقت، ولا ايه. ده اللي احنا بنحاول نفهمه من ضيفنا استاذ رائد سلام، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس امناء التيار الشعبي. ورقم الاس ام اس 8802 عشان لو حابين تسالونا على اي حاجه. اتفضل يا دكتور. فمثلا من ضمن الاشياء المكتوبه النص على الالتزام باحكام الشريعه الاسلاميه طبقا لما تقرره الهيئه الشرعيه للاصدار. هنا احنا بنتكلم على احكام مش مبادئ الشريعه زي ما نص الدستور. هنا في مبدئيا كده خلاف ما بين القانون والدستور. فاذا عرض هذا القانون على المحكمه الدستوريه العليا وفقا للدستور الاخير، حد دستور 2012 مش الدستور اللي قبله، فاحنا هنا في ازمه كبيره. فنبتدي نشتغل ونصدر صكوك ونبتدي ناخد فلوس من الناس، وبعدين يتعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا فيترفض، نلاقي نفسنا محتاسين مش عارفين نعمل ايه. فالحكاية محتاجة دراسة كان اكتر من كده. تمام. طيب خلينا بعد اذنك نقف هنا ونسمع الاغنيه اللي جايه ونرجع نكمل كلامنا ونفهم ايه تاني الاعتراضات اللي على القانون، لانه على قد ما فهمت الصكوك ده حاجه عاديه وممكن تتعمل في كل حته، بس واضح ان المشكله في تفاصيل القانون نفسه اللي بعتقد الاقتصاديين عندهم اعتراض عليها. 8802 رقم الاس ام اس. نسمع بحار بلاك تيما ونرجع تاني.
خليني بس اكد ان احنا بنقول المشاكل اللي في قانون الصكوك، وهنقول كمان المشاكل اللي في مشروع قناة السويس. بس كمان عندنا، او مش انا اللي عندي يعني، ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو عنده بعض الحلول. يعني احنا مش بس هنبقى بننتقد، بس كمان في حلول حقيقية وحلول سريعة ينفع تحصل. بس خلينا الاول نفهم القانون وايه مشاكله، علشان الحلول لما تتقال يبقى فاهمين هي جايه في السياق ايه. معانا في الاستوديو الخبير الاقتصادي رائد سلامه، عضو مجلس امناء التيار الشعبي، وكنا بنتكلم على مشكلات القانون، قانون الصكوك. اتكلمنا اول حاجه اللجنه الشرعيه المفروض انها هتراقب على قرارات الرئيس ورئيس الوزراء في اصدار الصكوك. تمام. ايه تاني؟ في مثلا ان احنا كنا من ضمن الحاجات اللي كنا بنقولها انه ضروره ان حظر اصدار الصكوك لتمويل عجز الموازنه. عجز الموازنه اللي هو ببساطه ان ايراداتنا اقل بكتير من اللي احنا بننفقه، فبيحصل عجز. ان انا اجيب فلوس علشان امول العجز ده معناه ان انا بصرف، ان انا بقترض علشان اكل واشرب فقط. ما بعملش حاجه برودكتيف يعني. ما بعملش مشروعات تنمويه من خلالها اقدر اسدد اللي عليا. صحيح. لان ببساطه انا لو يعني انا دخلي ما يكفينيش، بضطر استلف من واحد صاحبي مثلا، باجي الشهر اللي وراه ما انا ما استخدمتش السلف ده في حاجه تدر عليا عائد اقدر من خلاله اصرف واسدد اللي عليا. تمام. فده اللي بيحصل. انا هم قايلين، هم ما قالوش، بس احنا كنا بنقول من فضلكم لو القانون ده هيطلع ينص فيه صراحه على عدم جواز استخدام الصكوك في تمويل العجز. ماشي. هذا الكلام ما اتعملش، ومن الوارد جدا ان يتم استخدامها. طيب. حاجه تانية ان ما فيش سقف للاقتراض وفقا للصكوك. يعني ممكن يستلف كل الفلوس بتاعت الدنيا كلها، كل حاجه، مفيش حدود، مفيش حاجه متحدده. فانا كده داخلين في ازمه كبيره. امريكا فيها الحدود دي، لما بيزيد سقف الاقتراض عن حد معين. هي امريكا بتستلف؟ أمريكا احنا بنستلف منهم، هم بيستلفوا من حد؟ مفيش حد ما بيستلفش. عايده كل الناس بتستلف، كل الناس عندها عجز على فكره. يعني امريكا دي بلد غنيه يا دكتور. عندهم عجز. هي مساله مش مجرد رقم العجز، هي مساله العجز زائد حاجه بنقول عليها الجي دي بي اللي هو الجروس دوميستيك برودكت، او الانتاج الناتج العام. الناتج العام للدوله. فاذا الناتج القومي بالظبط، اذا الناتج القومي للدوله عالي مقارنه بالعجز، اهلا وسهلا، ما فيش مانع تتعوض يعني. بالظبط. احنا النهارده بقى وضعنا في مصر ان نسبه العجز للناتج القومي كان في حوالي 7 ل 8%. المتوقع على نهايه السنه تبقى 12%. يا ساتر يا رب. لان العجز بيتزايد. انا قلت لك ارقام مفزعه، لازم نكون واضحين. بس عندنا حلول عشان برضو ما نقولش هنبقى ايجابيين والله النهارده. حاجه سلبيه وبس. يعني احنا بنتكلم في حاجه سلبيه بس عندنا حلول ايجابيه جدا. بالظبط. فبالتالي حضرتك بتقول ان امريكا عنده ليميت، عنده حد اقصى ما يقدرش يقترض بعديه. لازم يروح بعد كده للكونجرس والمجلس الشيوخ، يقول لهم من فضلكم دوني موافقه ان انا اروح لما بعد كده. تمام. وبيعصروه. يعني اي رئيس لما يروح للكونجرس او المجلس الشيوخ يطلب منه هذا الطلب، بتبقى يعني وقعته واقعه، لانه داخل على امتحان صعب جدا. فلازم يكون مستعد وجاهز. وبيحسبوا له فواتير بقى، يقولوا له تعالى هنا انت صرفت في العراق قد ايه؟ ما هو يمكن صرفك في العراق ده هو اللي خلانا يتسبب عندنا عجز. تعالى هنا قول لي انت صرفت في الحته الفلانيه قد ايه؟ وهكذا. هل الكلام ده بقى هيحصل عندنا هنا وفقا لهذا القانون؟ مش هيحصل. تمام. فما فيش حد اقصى للاقتراض. دي 2. ايه تمام. كمان؟ في نقطة تانية في حالة مثلا، اولا هي الصكوك دي متاحة لكل الناس لانها هيتم تداولها في البورصة. كل الناس بمعنى كل العالم يعني. كل العالم. فمن الممكن في النهاية انك تلاقي اجانب داخلين بيشتروا طبيعي زي الاسهم. زي الاسهم. ما هو لانها متداولة. ما هو هنا بقى السؤال، هنا هي متداولة في البورصة، فالصك ده بيتباع من واحد بياخد واحد تاني وهكذا. انت ما تعرفيش ضوابط لاي حد ممكن يشتري. بالظبط كده. ومين المشتري النهائي. من الوارد جدا جدا ان يتم شرائها في النهايه لصالح اعداء مصر. واعداء مصر معروفين، مش محتاجين نتكلم كتير. وداخلين ومتغلغلين. فمن الوارد جدا ان انا ابص الاقي في النهايه كميه صكوك تم اصدارها ووقع في ايد اسرائيل. طب ودي كان حلها ايه من وجهه نظركم الاقتصاديه؟ يعني يبقى في مثلا جنسيات معينه ممنوعه، ولا انه يبقى في لمصريين
بس ما هنجيب كل الفلوس اللي احنا ناقصنا من المصريين بس. ما هو ده مش لنا واحد كده متريش من بره يدينا. هو ده الكلام بقى. احنا هنا بنقول بقى انه في وسائل اخرى للتمويل مش مقتصره فقط على المصريين. اذا مش ممكن مقتصره الصكوك دي افراد يعني يشتروا صكوك، يعني افراد طبعاً، يعني ممكن طبعاً، اشتري صكين 3 طبعا هتبقى متداوله في السوق. وباسعار في متناول متناول دي بقى الله اعلم بيها متناول هتبقى الدخل. ازاي. يعني المواطن لكن البسيط لكن يعني في النهايه زيها زي الاسهم زي أي المتداوله. اوكي. زيها زي ده الاسهم حتى مش المتداولة. متحدد يعني في القانون ده ما خالص. نعرفش عنه معلومات خالص. اوكي. خالص. الشيء الاهم بقى، وهنا اللي احنا محتاجين نربطه بموضوع القناه، موضوع قانون قناه السويس، ان في نص في قانون الصكوك بيقول انه ده طبعا في النسخه النهائيه منه، لان اول نسخه كانت طالعه انه ممكن يتم اصدار الصكوك مقابل اي اصول مملوكه للبلد ثانيه واحده، ايه علاقه الاصول بقى بالصكوك بالصكوك بقى؟ عشان دي برضو مش فاهمه. بيقولوا ان احنا هنبيع البلد بالصكوك، حضرتك قلت هو هديني فلوس وهديله بروفيت شير وخلاص، هو ماله ومال الارض بالظبط. هي فكره انه في النهايه هم يعني النسخه الاولانيه من القانون كان من الممكن جدا ان يتم ان انا واحد يسلفني في مقابل رهن. بديله رهن. ده النسخه الاولى من القانون كانت بتقول كده. لغوا الرهن بقى. اتلغى الرهن من على الاصول القائمه بالفعل. يعني مثلا يجي يقول لك انه لا يجوز ان تكون ملكيه العقارات او المنقولات التي للدوله او للاشخاص الاعتباريه والمخصصه للنفع العام، ولا ملكيه الموجودات القائمه وقت الاصدار لشركات القطاع العام متى كانت تدير مصلحه محلا لعقد اصدار الصكوك. يعني ما ينفعش ان هو يعمل صكوك في مقابل ملكيه اشياء مملوكه بالفعل للدوله او مخصصه للنفع العام في اللحظه اللي بيصدر فيها الصكوك. حلو جدا. يعني عادي يعني حاجاتنا بتاعتنا ما حدش يقرب لها. بالظبط. لكن بقى المشكله في اللي جاي. اه يجوز ان يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته. دي المادة 4. طيب هنقف وهنرجع تشرح لي يعني ايه مع المستحدثات دي. تمام. بعد اذنك. يعني تمام. 8802 رقم الاس ام اس. انتوا بتسمعوا ستوديو هيتس مع عايدة سعودي على راديو هيتس. 8802 رقم الاس ام اس. ولسه بنكمل كلامنا عن صكوك. معانا استاذ رائد سلامه الخبير الاقتصادي وعضو امناء التيار الشعبي. وخليني اقول لحضرتك كام مسج جت حضرتك ترد لنا عليها بعد اذنك لو حضرتك يعني عندنا وقت. حاسه ان في حاجه وقفت بس مش عارفه ايه هي اللي وقفت في المزيكا، بس يعني اجرب كده ثانيه واحده والنبي. تمام. تحيه ليك يا عايده، ميرسي جدا يا استاذ اشرف. بيسال حضرتك بيقول لك هل القانون خطر على امن مصر القومي فيما يتعلق بقناه السويس وايه تاني وسينا ولا لا؟ لو عندنا يا ريت. انا عندي مشكله على فكره في البتاع ده. ثانيه واحده معلش انا اسفه، في مشكله في السيمي يا جماعه. البرنامج اللي احنا بنشتغل عليه لو انتوا سامعيني يعني بشرح لكم حاجه فيري تكنيكال دلوقتي. اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي حصل ان هو قرر ما يشتغلش، معرفش لماذا بس اهو تاني يشتغل. فهل هي خطر على هل هي خطر على الامن القومي سينا وقناه السويس تحديدا؟ حد تاني بيقول لحضرتك لو المستثمر خسر فلوسه هل هيرجع الفلوس تاني؟ هرجع الفلوس تاني احنا يعني هرجع الفلوس تاني ولا لا؟ طيب نبتدي بالمستثمر خسر فلوسه. هو لو المسألة مسألة أنا بستلف علشان إيه؟ لو أنا بستلف علشان أكل وأشرب يبقى فلوس صعب قوي إن أنا أرجعها. تمام. لأن هضطر استلف تاني علشان أسدد اللي أنا استلفته وهكذا. مفهوم. أو إن أنا هشوف لي أشوف لي مصدر تاني من مصادر الدخل. إن أنا مثلا أعمل تنمية كبيرة ذاتيا بقى مش من خلال السلف، اسدد بالايراد اللي جاي لي منها اللي عليا اللي انا استلفته عشان اكل واشرب. اوكي. فمساله ان هو يخسر فلوسه دي يعني ورده لو حصل ده. بالظبط كده بالظبط كده. النقطه الثانيه، هل القانون ده القانون صكوك خطر على امن مصر القومي فيما يتعلق مثلا بقناه السويس؟ من الوارد جدا، ودي النقطه اللي احنا كنا وقفنا عندها قبل ما نطلع على الاغنيه اللي فاتت اللي هي مساله ما استحدث من موجودات. احنا بنقول انه القانون بيقول انه لا يجوز ان تكون ملكيه العقارات او المنقولات التي للدوله او الاشخاص الاعتباريه محل الصكوك. يعني في اللحظه اللي احنا فيها اي حاجه مملوكه للدوله او للقطاع العام او شركات قطاع الاعمال مش هيقربوا لها في موضوع الصكوك، مش هيتم سلف بناء عليها. تمام. لكن في حته اضيفت ماده 4 بتقول ولكن يجوز ان يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته. بمعنى
ان اي مشروعات جديده استحدث، يعني مشروعات جديده تم عملها في ظل القائم بالفعل. مثلا اذا بنتكلم على قناه السويس، قناه السويس النهارده بالمشروعات اللي موجوده عليها في اللحظه دي ما ينفعش ان احنا نصدر مقابلها صكوك، ما ينفعش ان احنا نستلف على اساسها اي صكوك. لكن لو عملت مشروع جديد في منطقه قناه السويس من الممكن ان انت تصدر مقابله صكوك. وفي الحاله دي هنا يبقى في خطوره حقيقيه بالفعل. تمام. طب معلش ممكن تديني اكزامبل تاني؟ حكي كلمتني اكزامبل مثلا على الهرم، قلت لك يعني هيبيعوا الهرم مثلا بالظبط. لا طمني على الهرم. لا هو قاعد معانا شويه. لا الهرم قاعد ان شاء الله، ولكن بس هي الفكره فكره انه في من ضمن مثلا الصكوك حاجه بيسموها صكوك الاجاره. صكوك الاجاره وصكوك الخدمات. مش لازم ان انا استلف علشان اعمل مشروع اقدر المسه في ايدي واجيب مكن وصناعه او غيره. انا ممكن استلف علشان اعمل شركه. الشركه دي تشتغل في خدمات، بمعنى انه مثلا تيجي عند الهرم يقول انا هعمل شركه لاداره ايرادات الهرم، منطقه الهرم، تذاكر بقى وخيل تذاكر ودخول وخروج وحاجات بهذا الشكل. ودي هيصرف الراجل فيها، فهيصرف من خلال الصكوك. ماشي. وفي المقابل من خلال الايرادات اللي جايه هيسترد قيمه الصك اللي دفعه والمشاركه في الارباح اللي كنا بنقول عليها. فمن الوارد جدا انه يتم استحداث، زي ما قلنا دلوقتي، استحدث من موجودات تكون محل هذه الصكوك. يعني ممكن ساعتها لو ما عرفناش نسدد ياخدوا الشركه دي بالظبط كده، يقول لك بقى سيبيها لي انا هتصرف لغايه ما اسدد الدين اللي عليكم بالكامل. هو اللي يدورها. وفي ما هو اخطر، في حاجه اسمها من ضمن برضو الحاجات اللي اتحطت في القانون حاجه اسمها حمله جماعه حمله الصكوك. يعني ايه؟ يعني الجماعه اللي مسلفيننا في الصكوك على مشروع معين ممكن يتلموا سوا مع بعض، يعملوا رابطه. يعني يعملوا رابطه. بالظبط يعملوا رابطه. ده يرجعنا بالذاكره التاريخيه للاشياء اللي تاريخنا السيء جدا فيما يتعلق بقناه السويس. يعني قناه السويس كانت في حاجه اسمها حمله اوراق الدين او حاجه بهذا الشكل، او حمله الدائنين. الدائنين دول اتلموا وبهدلونا، اتلموا وفي النهايه خدوا قناه السويس. ماشي. في مقابل انهم ياخدوا يستوفوا ديونهم ببساطه شديده يعني. طيب ايه تاني مشكلات كده في القانون، او ايه الحاجات اللي يعني شايفينها خطر يعني؟ والله هو انا زي ما بقول لك يعني لازم نقراها مع برضو قانون قناه السويس. يعني ده القانون الجديد. طيب انا هقف عند قانون قناه السويس اما نتكلم عنه، بس من اللي حضرتك قلته وخليني اخد الطرف التاني. شايفه يعني انه انتوا نيتكم مش كويسه. يعني ما هو الناس نيتها حلوه على فكره، ومش لازم يعملوا كل الكلام الوحش ده. يعني الكلام بيقول انه الحاجات المستحدثه، يعني اصول مصر موجوده، وقال انه ما فيش مرابحه وهتاخد نسبه يعني النيه بصراحه لو خلصت النيه مفيش مشاكل. هو انت قلتي كلمه مهمه، كلمتين مهمين جدا. ولو دي كلمه يعني مفهومه. ثانيا الدول لا تدار بالنيات. احنا لازم يكون، عشان يكون في accountability وحساب ونعرف نحاسب مين، لازم يكون في قوانين واضحه وصريحه وصارمه، ومن البدايه بتحدد الصلاحيات والاختصاصات لكل مسؤول عشان نقدر نحاسبه عليها. النهارده في مشكله اكبر بقى، يعني مشكله بشكل عام، مش بلاش ندخل حتى في تفاصيل قانون الصكوك، ان من ضمن الكلام اللي بيتقال من فقهاء القانون ان الصكوك ده فيه شبهه عدم دستوريه. قانون الصكوك فيه شبهه عدم دستوريه. عشان النقطه اللي حضرتك قلتها بتاعه الاحكام الشريعه، ولا عشان حاجه ثانيه؟ لا، ده في واحده ثانيه بقى. ايه بقى؟ اللي هي في ماده في الدستور الاخير، دستور 2012، اسمها ماده 120 اللي قلنا عليه نعم ده، اللي قلنا عليه نعم ده صح؟ قريب. اللي الناس كلها قالت نعم. كلها. ومش كلها طبعا. مش كلها، انا قلت لا. لكن في ناس كتير قالت نعم بدون ما يكون ما نفحصه بشكل كافي. وحتى كمان بعد ما الدستور ده مر، القانون معروض ومشي بحالته اللي موجوده وهو في شبهه عدم دستوريه. ايه بقى يعني ايفن حتى ما عرفوش يظبطوا القانون اللي هم عاملينه مع الدستور اللي هم عاملينه. ماده 120 بتقول الاتي: لا يجوز للسلطه التنفيذيه الاقتراض او الحصول على تمويل او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانه العامه للدوله لمده مقبله الا بعد موافقه مجلس النواب.
لا يجوز للسلطه التنفيذيه الاقتراض او الحصول على تمويل. احنا عندنا مجلس الشورى هيوافق مؤقتا يعني. مجلس النواب هي منصوصه صراحه. ماشي، مجلس بس النواب. احنا لسه ما عندناش مجلس نواب، وبمقتضى الاعلان تمام. الدستوري مجلس الشورى بينوب عنه في الحاجات. القانون بيقول ايه بقى؟ القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول ان يجوز للجهات التاليه اصدار الصكوك. ماشي. الحكومه، الهيئات العامه، البنوك الخاضعه لاشراف البنك المركزي المصري، ايه ده؟ المؤسسات الماليه الدوليه والاقليميه التي توافق عليها الهيئه والبنك المركزي المصري لتمويل مشروعات في مصر، مؤسسات الوقف. بمعنى اخر ان قانون هيصدر من حق الحكومه النهارده انها تصدر اي صكوك بدون ما ترجع لاي حد. بالظبط كده. فالنهارده احنا لو هنقول ان هذا القانون في شبهه عدم دستوريه علشان الماده دي مش موجود عليها نص صريح في القانون. لازم تتقل بدون شك. النهارده من حق الحكومه انها تصدر صكوك بدون ما ترجع لاي حد وفقا لهذا القانون. يعني احنا النهارده في ازمه جوهريه، وفي غياب مجلس النواب بقى زي ما انت قلتي. طب هنعمل ايه؟ مجلس الشورى النهارده عنده صلاحيه التشريع وليس صلاحيه الرقابه، لان مجلس النواب عنده التشريع والرقابه. هو ممكن يصدر قوانين لكن لا يراقب. احنا في ازمه دستوريه جوهريه. هو القانون ده مش خلاص توافق عليه وتصدق ونزل في الجريدة الرسميه وهيتنفذ خلاص. الشيء بقى الاخطر النهارده حتى كان مكتوب في الجرايد ان كان وزير الاقتصاد الجديد بيقول انه اول حاجه باكوره العمل في الصكوك هتبقى في السكك الحديد. هيعملوا ايه فيها؟ هيستلف في مقابل ويرهن القطر. مش هيرهن القطر. دي بقى الاخطر فيما يتعلق بالخدمات يا عايده. دي حاجه بيسموها صكوك الاجاره، بمعنى انت ممكن تستلفي وتسيبي للدائن حق تحديد الرهن، قيمه الخدمه بقى. بالظبط. طب لا انا عايزه اقف عشان افهم دي تمام. اكتر باستفاضه. بس دي تحديدا بعتقد انها معموله في العالم الاول، يعني اوروبا مثلا بيتهيألي طرق وكده، في حاجه شبه كده عندهم. في حاجه شبه كده، ودي اللي احنا بنتكلم فيها. طرق وكارتات، عشان كده عندهم الكارتات مش زي عندنا 2 جنيه و3 جنيه، عندهم كارتات يعني كارت. مين بقى اللي يتولى الكارتات دي؟ ده اللي هنفهمه، واسال حضرتك على تفاصيل اكتر بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه. 8802 رقم SMS. ولسه معانا استاذ رائد سلامه الخبير الاقتصادي وعضو مجلس امناء التيار الشعبي. اثبت مكانك، هنا عنوانك. انتوا بتسمعوا استوديو هيتس مع عايدة سعودي على راديو هيتس. لسه بنكمل كلامنا في استوديو هيتس على راديو هيتس مع استاذ رائد سلامه الخبير الاقتصادي وعضو مجلس امناء التيار الشعبي. رقم SMS 8802 لو حابين تسالونا اي حاجه. بنتكلم عن الصكوك، بنتكلم عن قناه السويس، بنتكلم عن بشكل عام حل الاقتصاد في مصر. وبوعد، ومش انا اللي بوعد، استاذ رائد هو اللي بيوعد ان احنا اكيد هنقول حاجات ايجابيه وهنقول حلول وهنقول افكار ايجابيه، بدل مش بس قاعدين بننتقد وخلاص. اخر حاجه كنا بنتكلم ان احنا بعنا القطر او يعني رهنا القطر. حاجه قلت لي لا احنا ما في خدمات. هو بالظبط كده، هي دي المشكله الاساسيه النهارده. خلينا برضو نبسطها اكتر. القطر ده بتاع مين؟ ده بتاعنا كلنا، احنا كلنا مصريين. لما اجي اعمل في اللي هي اللي بنقول عليها صكوك اجاره الخدمات، دي احد الاشياء اللي موجوده. بيحق للدائن هنا اللي هيسلفني ان هو يحدد قيمه الخدمه. بمعنى ان حضرتك لما تبقي رايحه مثلا من هنا لاسوان، والقطر ده بتاعنا قطاع عام مملوك لينا للدوله، التذكره مثلا خلينا نقول ب 100 جنيه مثلا. اللي جاي داخل علينا ده بصكوكه من حقه في هذه الحالة ان هو يحدد سعر جديد للخدمة. فممكن يقول لك مثلا تبقى 150 جنيه. بنفتح الباب لما هو اخطر بقى، لخصخصة الخدمات اللي موجودة في مصر. يدخل فيها خدمات السكك الحديد، النقل العام، الطرق، العلاج، التأمين الصحي، وده الاخطر. خصخصة رسمي. ايه ده خصخصه بس بنيو لوك يعني؟ خصخصه رسمي النهارده. خليني برضو علشان اقول يعني حتى عشان ما نتكلمش على مساله القطر والكلام ده. لو بتكلم على مشروعات تامين صحي، مستشفى على سبيل المثال، ودي مستحدثه اهي، وهي مستحدثه جديده هتصدر عليها صكوك.
الدائن النهارده في إجارة الخدمات، حاجة بنسميها إجارة طيب الخدمات. ما بس عايزه اقف، لانه في اوروبا مثلا على قد علمي انه مثلا الطرق الهاي ويز في مش عارفه اسمها بقى BOT ولا ليها كام، ليها حاجه كده 3 حروف برضه. هم القطاع الخاص بقى المحلي، ما اعرفش بقى سموها سكوك ولا سموها ايه، بيدخلوا بيبقوا هم اللي بيبنوا هذا الطريق، وهم بيبقوا لهم نسبه من الكارته بتاعه الطريق او حاجه لعدد معين من السنين لغايه ما بيكونوا خدوا ثمنه او يعني ليها حسبه كده. فده يعني ايه؟ لا هو الآليات العمل مختلفة شوية عن، يعني واضحة على أقل تقدير. هي في واضحه أوروبا. طبعا اهو. واضحة في أوروبا على أقل تقدير، آليات العمل واضحة تماما. يعني مثلا خلينا نقول بلديات في أوروبا، إذا كنا بنتكلم في فيدرالية، فبتلاقي إن في حكم محلي قوي. بنتكلم في تعاونيات، من الوارد جدا ان التعاونيات هي اللي تتولى المسائل دي. انا اسفه في المقارنه، بس انا كنت عايزه اقارن الفكره يعني. لا ما هي الحكايه في حكايه انه احنا هنا ما عندناش الرقابه الكافيه، لا الرقابه الشعبيه ولا الرقابه التشريعيه، يعني رقابه في غيبه البرلمان، برلمان قوي حقيقي، في غيبه دستور واضح يحدد الصلاحيات السلطات اللي موجوده في الدوله. فاحنا داخلين في سكه في منتهى الصعوبه، اخذا في الاعتبار برضه ان مفيش ضوابط لحمايه المال العام زي ما قلنا في القانون، في قانون صكوك. فاحنا داخلين في حاجه ملهاش ابعاد، مش قادر اسيطر عليها، مش قادر احدد صلاحيات المسؤولين. وفي النهايه المساله كلها متروكه للنيه، وما اذا كانت متوافقه مع احكام الشريعه ولا لا. طيب عشان احنا الوقت حاسه انه بدا يجري مننا شويه، تمام. انا عايزه اتكلم عن محور قناه السويس. تمام. وانا تسمح لي اقف هنا ثانيه. هما دايما بيسموه اقليم قناه السويس، وانا هو اقلموه امتى يعني؟ هي اقلموه امتى؟ والله يعني هو اقليم ده بالنسبه لي ان بلد غير بتاعتنا مش تبعنا. فكلمه اقليم دي مسج في حد ذاتها. انا بالنسبه لي كواحده ولا بفهم في السياسه ولا بفهم في بتاعه، تحسسني انها في حته تانية مش تبعنا. ده صحيح. وهي ما بقتش تبعنا خلاص ولا هي؟ هو لسه قانون طبعا تم تسريب النسخه المسوده الاولى منه، لسه طبعا ما مشيش في شكله النهائي، لانه مش هيمشي بالشكل ده على جثثنا. لما السكوك بيمشي وماشي على لا يعني لا. كل حاجه بتمشي. ده بقى مش هيمشي، ده مش هيمشي باي حال من الاحوال. ليه بقى؟ بالمنظر اللي احنا فيه هذا القانون، في عايز اقول في قذائف، في قنابل هتنفجر في وش المصريين. طيب القانون ده بيمنح رئيس الجمهورية سلطات إلهية تخليه يتحكم في إقليم قناة السويس، بين قوسين إقليم، ويفصله تماما عن مصر إذا أراد. فيها هتتعمل حاجة اسمها هيئة إدارة قناة السويس، هي اللي هتحدد أبعاد الإقليم ده. في اللحظة اللي احنا فيها بيقولوا إن الإقليم ده هو شرق بورسعيد، غرب خليج السويس، العين السخنة، ووادي التكنولوجيا في الإسماعيلية. دي حدود الإقليم. شمال وجنوب سيناء عندكم معاكم؟ والله هو معاك بس حتة تهمني في الأقلامة دي برضه. هو متروك تحديد أبعاد الإقليم وإضافة مدن جديدة ليه لرئيس الجمهورية وللهيئة اللي هيتم تشكيلها. اسمح لي نسمع أغنية ونرجع نكمل طبعا. كلامنا تاني طبعا. في استوديو هيتس على راديو طبعا. هيتس، وهنفهم موضوع الإقليم ده بعد الأغنية. انتوا بتسمعوا استوديو هيتس مع عايدة سعودي على راديو هيتس. خلونا نكمل كلامنا في موضوع قناة السويس وإقليم قناة السويس أو محور قناة، ما اعرفش هم أقلموه إمتى، بس يعني ده الاسم اللي المعلن. 8802 رقم الSMS. بس خلوني كمان لازم أشكر هاجر جميل على المجهود اللي عملته في حلقة النهاردة. مساء الفل يا هاجر. ومعانا في الاستوديو أستاذ رائد سلامة، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي، وكنا بنتكلم على قناة السويس. تمام. محور قناة السويس، محور قناة السويس أو الإقليم العجيب ده. كنت بتقول إنه بمقتضى هذا المشروع الرئيس له حق يحدد الإقليم ده مساحته قد إيه وراح فين وجاي منين وإيه تاني، يعني إيه بقى بقية التفاصيل؟ هو في بالأساس حاجة اسمها هيئة إدارة الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس. ماشي. دي هيئة شبه إلهية، هيئة يعني إذا كان الرئيس عنده صلاحيات إلهية، فدي عندها صلاحيات رسولية لو صح التعبير يعني. لسبب أساسي. أولا هي مكونة من 15 شخص، ما تحددش معايير لاختيار، معايير لازم تتوافر في الأشخاص دول، يطلعوا إيه، بيشتغلوا إيه، مؤهلاتهم إيه. ما فيش أي معايير. ما فيش معايير برضو متعلقة بجنسياتهم إيه.
برضو يعني المفروض ان احنا بنتكلم في هيئه. بس موضوع الجنسيات ده موتركوا شويه، موتركوا، وانا هنا بقول طبعا. يعني كمعارضه. طبعا هو موترنا لانه ببساطه شديده دي فلوسنا، فلوس يعني قصدي انه المصريين. معظم القوانين اللي قبل كده عمرنا ما كنا بنشوف فيها جنسيه غير رئيس الجمهوريه مثلا، قانون بقيه المشاريع عمرنا ما كنا بنشوف فيها موضوع الجنسيه ده. يعني اي شركه قانونها ولا لائحتها التنفيذيه ما كناش بنشوف فيها موضوع الجنسيه. ليه دلوقتي احنا متوترين منه قوي كده؟ انت قلتي نقطه مهمه جدا، شركه بقى كيفما تشاء، لان ده مال خاص، احنا بنتكلم عن مال عام، مال دوله، لابد من ان اللي يدير او اللي يكون مشرف على هذا المال يكون من اهل البلد اللي يعني بتدير لما المال عملوا ده. مثلا الهيئه المصريه للاتصالات ولا الهيئه اللي مش عارفه الايه اي هيئه او الشركه القابضه اللي هل محطوط فيها كلمه مصر دي، ولا احنا عشان فعلا المعارضه فعلا فقد الثقه؟ لا، هو مش حتى مساله فقدان الثقه. احنا النهارده بنتكلم زي ما انت كنت بتقولي من شويه، راجل نيته كذا او غيره، النيات لا يعلمها الا الله. احنا بنتكلم على قوانين لازم تحدد صلاحيات واختصاصات واضحه في القوانين علشان نتحاسب. ما ينفعش ان انا اسيب الامور كده مطلقه واخزن في الاعتبار. احنا النهارده بنتكلم بعد ثوره، ما ينفعش الكلام ده يكون موجود. ما ينفعش ان حد يكون بيشتغل ويقول انا نيتي طيبه او انا راجل كويس او غيره. مفهوم ما طبعا. ينفعش، ولا بنفتح باب الفساد مره اخرى. كل الامور لازم تبقى واضحه ومحدده من البدايه. ده كان غرضنا حتى وانا بنتكلم في الدستور في الاول. طيب زي ما بقول لك، هو الرئيس عنده صلاحيات الهيه يختار 15 بني ادم بغض النظر عن امكانياتهم ايه او معايير. لا يوجد اي معيار بالمره ماشي. هو اللي يحددهم فقط. ال 15 بني ادم دول هم اللي هيحددوا حدود الاقليم. معلش صحيح نسأل سؤال بس ارجع السنه لورا. هو مين اللي بيختار لجنه بتاعه الصكوك؟ في اي حاجه بتقول بيتم اختيارهم ازاي اللجنه الشرعيه لمراجعه الصكوك؟ لا ما اعتقد كان افتكر. انا بس افتكرت بالمره اللي احسن يكون مثلا الرئيس هو اللي بيعينهم عشان هم يتابعوا اعمال قرارات الرئيس، يعني برضو ابقى فاهمه. لا انا مش متذكر مش موجوده او بس انا ما اسفه اني اظنش سالت سؤال فجاه كده. لا بس ما اظنش يعني انها موجوده يا عايده. ما فيش برضو اذا لا آلية لاختيار اللجنه دي. لا تمام. لا بس هو بس حاطين شويه معايير لاختيارهم، مش الآلية، مش مين اللي هيختارهم. معايير اختيارهم مثلا انه يكون دارس فقه او يكون عامل دكتوراه او غيره. بس مش عارفين اذا كان مجلس الشعب اللي اختاره مجلس الشورى. احنا اي حد انتخابات ما نعرفش. في حاجات ما زالت لغايه الان غير واضحه ومش مفهومه. ولكن في مشروع قناه السويس الرئيس هو اللي بيختار ال 15 بالظبط. في نقطه تاني كمان اربطها باخر كلمه قلناها في الصكوك. المستحدثه المستحدثه دي موجوده بالنص في قانون قناه السويس. القطاعات المستحدثه هو اللي بيحدد ابعاد اقليم قناه السويس والقطاعات المستحدثه. زي ايه المستحدثه يعني؟ انه يدخل مثلا مدينه بالبيس مثلا، يدخلها لك بيدخلها في الاقليم عادي. ما عادي. ما هو عنده صلاحيات الهيه تحديد ابعاد وحدود اقليم قناه السويس، هو اللي حدده براحته. وانا بقول بالبيس على اعتبار انها قريبه من الاسماعيليه. فاذا النهارده بنتكلم يدخل زي ما هو عايز اي مدن ويدخلها ضمن الحدود. في حاجه كمان كان قالها المستشار طارق البشري في مقال نقده ان بيقول ان بهذا الشكل، وده مازال مشروع، اذا عرض على المجلس التشريعي القانون ده، لو اتعرض على المجلس التشريعي والمجلس التشريعي يوافق عليه، فالمجلس التشريعي هنا بيكون تنازل لرئيس الجمهورية عن سلطة المجلس في التشريع نفسه. يعني انا هنا بتنازل كمجلس تشريعي لرئيس الجمهورية، اتفضل شرع وتفضل حط اللي انت عايزه، والاقليم ده ينفصل تماما عن جمهورية مصر. النهارده يعني انا لما اجي اروح سين، انا دلوقتي همي بقى انا في حالي بقى، انا خليني في حالي. انا لما اجي اروح سين اروح بفيزا يعني ممكن يقول لك نطلع او لا، عشان برضو ممكن ان احنا صداقه وقريبين من بعض ورحنا وجينا كتير فبتتحسب. والله همي بكي وهمي ضحك يعني. طبعا احنا بنتريق بس يعني ماشي. اتفضل. قال حاجه تاني المستشار طارق البشري ممكن برضو تنسف هذا المشروع من اساسه. وبرضو بنرجع نقول تاني، طب يا جماعه ما انتوا اللي حطيتوا الدستور، ما تخلوا بالكم من الحاجات دي. المستشار طارق البشري قال ان هذا القانون غير دستوري. الماده الماده الاولى بتقول ان مصر دوله موحده لا تقبل التجزئه. حلو. تمام. ما تجزئوهاش بقى، ما تجزئوهاش، ما تأقلموهاش. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده خالص. جمهوريه مصر العربيه ماده 1 في الدستور، جمهوريه مصر العربيه دوله مستقله ذات سياده موحده لا تقبل التجزئه. تمام. بس برضو ايش عرفنا انه معلش برضو خليني ابقى برضو بلعب دور التاني. يعني احنا ايش عرفنا هم ما قالوش ان هم ما يعملوها اقليم ان هم ينفصلوا بيها؟ ما هم ما قالوش، مفيش حاجه بتقول كده. بس الباب مفتوح. مش مفتوح لان الدستور بيمنع.
الدستور، ما هو الدستور بيمنع، انا بتكلم على قانون هيصدر. قانون هيصدر لو قانون، وخدي بالك من حاجه كمان، اذا الدستور بيمنع مش لازم ان القانون يصدر ويعتمد ويتطبق ويبقى دستوري. طب انا عندي ولذلك سؤال. بتبقى في شكوك بعد كده، او سوري شبهات بعد كده، يعني بعد صدور القانون لو واحد راح رفع قضيه قدام المحكمه الدستوريه العليا، معنى كده ان القانون صدر بقى. وبيتنفذ، وانا رفعت قضيه قدام الدستوريه العليا. ماشي. فرفعتها امتى؟ بعد القانون ما صدر، فخلاص خلصت. طيب عندي كذا سؤال. واحد، دلوقتي هما لما خلينا نبص على الجزء الايجابي اللي في المشروع ده، لو فيها شيء ايجابي بقى، هل مثلا لما يتعمل ده هيبقى فيه مشاريع وبروجكتس تنميه بقى حقيقيه تحصل؟ المفروض يعني الخطه ان يبقى فيه تنميه في الجزء ده، في قناه السويس، الجزء يعني محور قناه السويس ده، صح؟ والله هو المفروض أمال وده إيه؟ وده اللي احنا كنا بننادي بيه من زمان، ان قناه السويس وسينا بشكل عام محتاجه رؤيه مختلفه، ومحتاجه تنميه مختلفه في ظل الموارد المتاحه فيها، وفي ظل الموارد المتاحه جغرافيا وامنيا، لان المساله ما تبقاش مطلقه كده وسايبه. فاحنا بنقول تنميه حقيقيه، انما مين اللي يعمل التنميه؟ وتاثير التنميه ده ايه؟ هل مثلا نعمل شركه قابضه كبيره مستحدثه مصريه، ودي بالدرجه الاولى، هو الاساس، مصريه تكون. ولذلك انا دايما بقول تجربه طلعت حرب هي التجربه اللي احنا الاولى النهارده بالعنايه والرعايه، التمصير. فمن الممكن جدا ان تتعمل شركه مصريه ويحصل الاكتتاب عام للمصريين فقط. طيب انا لتنميه الاقليم. نروح نهدي اعصابنا بفلاي مي تو ذا مون. يس بليز. ممتاز، هايل ونرجع تاني. هايل فرانك سيناترا. انتوا بتسمعوا استوديو هيتس مع عايدة سعودي على راديو هيتس. طيب انا يعني عندي سؤال وبعدين نبتدي نقول حلول. معانا في الاستوديو الخبير الاقتصادي استاذ رائد سلامه. استاذ رائد، بكلام حضرتك كده يعني ممكن الهيئه بتاعه قناه السويس دي مستحدثه اهي، فممكن يبقى الصكوك، المشروع التاني اللي احنا لسه قاريينه، يدوهم صكوك ياخدوا الشركه وما نسددش فيروحوا واخدين ده وارد جدا. قناه السويس ده وارد، مش ده وارد جدا. شركه قناه السويس ده وارد جدا، ده وارد من ضمن جدا. الافكار يعني. ماشي. ده وارد جدا، اخذا في الاعتبار حاجه تاني اساسيه، إيه؟ ان مفيش رقابه من حد على المشروع ده. رئيس الجمهوريه وفقط، عشان كده بقول لك سلطات الهيه، مفيش حد عنده سلطه الرقابه الا جهه واحده فقط حسب المشروع ده، وهي الجهاز المركزي للمحاسبات. طيب الجهاز المركزي للمحاسبات رئيسه معين من قبل رئيس الجمهوريه. كانوا المفروض عملوا شويه مظاهرات جوه وكده علشان يبقى بالانتخاب ويبقى في معايير، وده ما بقت بالفشل كل هذه المحاولات. كل ده من قبل، ولذلك هي مساله ان في تكرار اللي كان بيحصل قبل الثوره. احنا يعني قبل الثوره انا شخصيا كنت بطلع في ندوات ومحاضرات وبنتكلم من الناحيه الفنيه حتى، انه يا جماعه ما ينفعش في حاجه اسمها تضارب مصالح. صح. ما ينفعش ان اللي يعيني اراقب عليه بالظبط كده، ولا عمري هراقب عليه. بالظبط كده، بالظبط كده. بالظبط. فهي دي المساله. نقيس على كده كمان، مش مجرد الجهاز المركزي محاسبات، الجهاز المركزي محاسبات كسب غير المشروع، كل دول بيشتغلوا تحت اشراف الجهاز التنفيذي للدوله. تلاقي واحد بيعمل ريبورتنج لوزير ما، طب ما الوزير التنفيذي ما ينفعش يراقبه. طيب خلينا ايجابيات بقى، شويه بوزيتيف انرجي كده قبل ما الناس تروح تنام، او قبل ما الناس تقفل الراديو في وشنا. شويه حاجات كده بوزيتيف يمكن نتفائل بالخير على الاقل. لا هو في خير كتير جدا جدا. بس قبل ما نقول الخير، يعني هو الخير موجود طبعا ومتوافر، لكن لازم نعرف احنا فين. يعني خلينا نمشي باسلوب علمي، احنا فين وعايزين نبقى ايه وايه اللي عندنا. ماشي. فاحنا فين عشان نقرا الصوره احنا اقتصاديا فين يعني بالظبط كده. احنا اقتصاديا عندنا 3 مشكلات اساسيه. المشكله الاولانيه ان احنا عندنا عجز متزايد في الموازنه، وصل في 31/3 ل 175 مليار و900 مليون. ايه كل ده؟ ومرشح انه ده العجز اللي هو ايرادات ومصاريف. ايرادات اقل من المصاريف 175 مليار و900 مليون. انا دولار ولا جنيه ده؟ لا جنيه مصري. انا متوقع انها يوصل على ميزانيه الدوله، انت عارفه 30/6. فمن هنا لغايه 30/6 انا متوقع ان هو لا يقل عن 225 مليار جنيه. ارحمنا يا رب. لا كل حاجه لها حلول، بس المهم تكون في اراده للحل. فدي اول نقطه، عندنا عجز متزايد في الموازنه. عندنا اقتراض متزايد وبشكل بشع
احنا في 31/12 لان دي الارقام اللي طالعه الرسميه. 31/12 38 مليار دولار ديون خارجيه فقط، ده غير الداخليه. الداخليه حوالي تريليون و200 مليار. دولار؟ لا، الداخليه تريليون و200 جنيه مصري. تريليون و200 مليار جنيه مصري. انا ما بعرفش تريليون ده، فانا في ارقام مش بالنسبه لي هو في 1000 نضرب في 1000 ما على طول. بفهمهاش انا. اتفضل. الخارجيه 38 مليار دولار، كانت بعد الثوره مباشره 34 مليار. لو ناخد ترتيبها التاريخي كده، الرئيس عبد الناصر سابنا سنه 70 وكانت ديون مصر الخارجيه 1.7 مليار دولار. ده كان الدولار بكام؟ بحاجه جنيه ولا بنص جنيه؟ سداد سابنا في اكتوبر 81 كان ديون مصر الخارجيه 21 مليار دولار. خير. في عهد حسني مبارك سنه 90 وصلت ل 49 مليار دولار. ربنا جاب لنا يعني حرب، انا مش عايز اقول مصائب قوم عند قوم فوائده، حرب العراق والكويت. اما العراق غزت الكويت في التسعينات حصل نوع من المساومه واسقطوا عننا بعض الديون، فوصلنا في اخر عهد حسني مبارك ل 34. النهارده بقت 38 مليار دولار، ده في 31/12. ندخل بقى الحاجات القطريه اللي عماله تجيلنا، في 5 مليار دخلوا، دول موجودين جوه ال 38. في مليار جه من ليبيا بقى 39، في 3 وشويه جايين في خلال الكام يوم اللي جايين، فبنتكلم في 42 مليار دولار. اذا الدين الخارجي، العجز الموازنه، ثالث حاجه الثالثه بقى الاستيراد. احنا بنستورد سنويا ب 60 مليار دولار. بنستورد ايه بقى؟ انا عايز اعرف. ال 60 مليار دولار دول عشان قالوا في السلع الرفاهيه مش هنستوردها وكده. تمام، كلام جميل جدا، بس خلينا نروح مباشره على المبلغ الاساسي والكبير اللي هو بيعورنا. بنستورد في السنه 10 مليار دولار اكل. سلع غذائيه كلها، قمح ورز وذره وزيت وسكر وشاي وتبغ، داخل ضمن الحسبه دي ب 10 مليار دولار، يعني سدس بنستورده اكل. دي دخلنا بقى في مساله سياسيه بالدرجه الاولى، ان احنا اللي ما يملكش اكله لا يملك قراره السياسي. فدي هي اللعبه الاساسيه. نحقق اكتفاء ذاتي ازاي؟ في حلول كتير قوي بقى. اكتفاء ذاتي على مستوى الاكل، يعني على مستوى الاكل على الاقل. هقول لك على حاجه، مثلا سوريا اهو النهارده بقى لها سنتين بتدغدغ حرب اهليه يعني، وما اشتكوش ولا راحوا استلفوا من حد مليم، لانهم عندهم اكتفاء ذاتي الى حد ما من الاكل، على الاقل الاكل. وهي سوريا ولا عشان اللي بيدعم المعارضه واللي بيدعم النظام كل واحد بيبعتوا اسلحه. ما هو مع الاسف انهم بيبعتوا اسلحه، ما بيبعتوش اكل، لانهم الناس عندهم اكتفاء ذاتي من المساله دي. اذا لو حصرنا مشاكلنا 3 مشكلات دول أساسية. عارفينهم بارقامهم اهو، عايزين حلول بقى، صح؟ الحلول مباشره بقى، احنا عندنا دلوقتي نقدر نشتغل على مرحلتين، مرحله طويله الاجل ومرحله مستعجله عشان نلحق نفسنا. هنسد العجز ده منين؟ اوكي، في طويله الاجل وقصيره الاجل بالظبط. من ضمن الحاجات، خلينا ناخد طويله الاجل بسرعه لان هي سهله وستريت فورورد. طويله الاجل احنا عندنا بالدرجه الاولى في حاجه اسمها حقول غاز شرق المتوسط. دي عباره عن حقول غاز طبيعي موجوده في شرق البحر المتوسط، في مياهنا الاقليميه في شرق البحر المتوسط. استولت عليها اسرائيل وقبرص. الكلام ده عرض على وزير البترول، خرايط عرضوها كبار الخبراء على وزير البترول، وهو قال لهم لا انا ما اعرفش الكلام ده، انا عندي خرايط مختلفه. طب يا عمي، طب خد الخرايط دي وروح اتخانق بس مع الاسرائيليين والقبرص. قبرص حتى بتتطاول علينا، اتخانق معاهم، قول لهم يا جماعه في بيننا وبين بعض مشكله. عايز العب يا عيني على الولد دلوقتي. فاهم؟ عارفه بالظبط زي اللي حصل في اواخر ايام حسني مبارك، لما طلع حكم محكمه القضاء الاداري بان احنا نعيد اسعار الغاز. اول حد عمل طعن في حكم المحكمه كانت حكومه احمد نظيف. يا جماعه طب ما يعني بس خلينا فعندنا حقول الغاز دي جواها احتياطي ب 200 مليار دولار. ده طويله الاجل. ده طويل الاجل. عندنا 134 مليار دولار الفلوس المصريه اللي اتهربت بره. دي وده مش ارقامي ولا ارقامنا، علشان برضو ما حدش يقول انتوا بتجيبوا ارقام مبالغ فيها. دي ارقام BBC وجارديان. ماشي.
ده بالنسبه للطويل، دول يعملوا لوحدهم 2 تريليون جنيه مصري، يعني بنتكلم في دول طويل الاجل هياخدوا شويه وقت على مفاوضات بس ده مبالغ طبعا، بس طيب. لازم نتحرك فيهم، ما هي المشكله ما بتتحركش. نتكلم في قصيرة الأجل عشان نتكلم بتفاصيلها بعد ما نسمع أغنية مبهجة شوية اسمها الضحك عملة نادرة. لا إن شاء الله خير، إن شاء الله هنضحك بإذن مشروع هيب هوب ونرجع تاني. انتوا بتسمعوا استوديو هيتس مع عايدة سعودي على راديو هيتس. 8802 رقم الاس ام اس. حتى واحنا بنتكلم في اقتصاد اختاروا اغاني، انا مش سامعه لكم حس في اختيار الاغاني حتى، وما تنسوش تختاروا اغنيه كينجي اللي هتكون معانا في اخر الحلقه. بيشرفنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي رائد سلامه، وكنا بنتكلم على حاجات ايجابيه، بنتكلم على حلول علشان ما نبقاش بس قاعدين يعني بنشتم وبنتريق وبنشتكي، مش انا يعني قصدي معارضه، ولكن يبقى في كمان حلول وحاجات حقيقيه مطروحه. اتكلمنا على الافكار اللي علاقه بحلول طويله الاجل، وبنتكلم دلوقتي على الحاجات القصيره بقى اللي هي بسرعه كده نحسها يعني. تمام. هي المسألة في قصير الأجل إن إحنا محتاجين إرادة حقيقية، كله محتاج إرادة سياسية حقيقية، تاخد قرار سريع، يعني بجرة قلم ناخد قرار سريع، بس القرار ده يكون متوافق مع يعني يكون في توافق على القرار، ويكون في الصالح بالفعل. عندنا بعض الأمور ستريت فورورد كده، يعني ستريت تو ذا بوينت. احنا بنقول كنا طرحناها حتى في المؤتمر بتاعنا في التيار الشعبي، المؤتمر الاقتصادي، دي حاجات تحل لنا ازمه العجز اللي هو 175 مليار ومرشح هيبقى 225. اولا في حاجه اسمها الصناديق الخاصه. الصناديق الخاصه بالظبط كده هم 9800 صندوق خاص، راس مالهم فلوسهم اللي موجوده فيهم تريليون و200 مليون جنيه. الكلام ده مش كلامي برضو، الارقام دي مش ارقامي، دي ارقام الجهاز المركزي للمحاسبات في 2009 2010. تريليون و200 جنيه لو اعيد استثمارهم دول لازم يدخلوا موازنه الدوله. مع احترامي الشديد بقى، طبعا الفلوس دي احنا عمالين بنسمع عنها من اول ما الثوره قامت، زمانها خلصت ولا خدها ولا سرقها. لا هو النهارده ده صندوق عادي ما حد معاه مفتاح وكده، ولا سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا. النهارده كان مكتوب في حاجه في الجرايد بالمفهوم ده على فكره فعلا، انه اختفى كذا. طب اختفى منين؟ هو في ايه؟ مين اللي ماسك ايه ومين اللي بيراقب فين؟ يعني انا عايز احط ايدي على حاجه. عشان كده احنا بنقول لازم تدخل ميزانيه الدوله، لازم تدخل موازنه الدوله. تريليون و200 مليار جنيه ما حدش عارف لهم ابعاد. انا مش عايزه اطول في ده، بس هو في العالم كلهم عندهم صناديق خاصه كده؟ لا طبعا، لا بدعه مصريه دي ولا بدعه عربيه يعني؟ لو في صناديق خاصه بتبقى داخله جوه ميزانيه الدوله. هو صناديق خاصه عباره عن ايه برضه ببساطه؟ سيفنجز كده من الناس، مش من الناس. زي مثلا حاجه كنت دايما بقولها، انه الاتحاد الاوروبي حب ان هو يدعم صناعه المصارف في مصر، فقال نعمل صندوق. الصندوق ده كل بنك من البنوك المصريه يحط فيه جزء من ارباحه. ماشي. ليه؟ علشان الارباح اللي بتتحط في الصندوق دي تصرف على فروق مرتبات الموظفين الكبار في بنوك القطاع العام. ماشي. ففي صندوق اهو اتعمل، الصندوق ده لازم يدخل موازنه الدوله، زي الصندوق اللي بنعمله في الشغل عشان حد اتجوز بتاع جمعيه. تمام. طيب يبقى احنا عندنا الصناديق الخاصه اللي احنا مش عارفين هي فين بقى. لو اتوظفت يعني تتوظف عوائد التريليون و200 تعمل لنا حوالي 100 مليار في السنه. 100 مليار دول عوائد يعني اللي هو ايه؟ يعني هنستثمرها في حاجه. بالظبط كده، بالظبط. ابقى عارفهم بيروحوا فين. يصرفوا 100، يعني يعملوا 100 مليار دول يصرفوا لي على جزء كبير جدا من مصاريفي. طبعا النهارده في عندنا فوضى في المستشارين، ودي الكارثه بقى الاكبر. في حاجه اسمها مستشارين، اي حد بيطلع معاش بيبقى مستشار. بالظبط كده. طب يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا عايزين تشغيل شباب، عايزين يكون في ايدي عامله جديده تدخل، عايزين دم جديد، عايزين تنميه اداريه حتى اكبر. يعني الراجل المستشار اللي قاعد ده ما بيعملش حاجه فعلا، مجرد ان هو قاعد فلوس كتير، بس بياخد فلوس كتير وبس كده. طب احنا محتاجين حل للمساله دي. تمام. ايه كمان؟ تطبيق الحد الاقصى للاجور. بتتكلمي هنا في حوالي 10 مليار. في عندنا حاجه اسمها في موازنه الدوله حاجه اسمها دعم الطاقه. دعم الطاقه 100 مليار جنيه مصري موجودين كانوا في موازنه السنه اللي فاتت، وفي الموازنه اللي معروضه حاليا على مجلس الشورى. تمام. مش ما ده اللي هيشيلوا على اساسه دعم البنزين؟ لا، ما هو هنا بقى في كلام. ال 100 مليار دي 75% منها تقريبا مخصصه او مش مخصصه، بيستفيد منها كبار الصناعات في مصر. فوسفات، سيراميك، حديد، مصانع، اسمنت، بالظبط. وبيبيعوا في نفس الوقت بالاسعار العالميه. يعني يبيع ياخد بقى بالاسعار العالميه الطاقه. بيحققوا ارباح بتصل الى 300 و400%. يعني لا مش كده.
مش ما ينفعش كده. انا وانتي ببساطه، وانا راجل فقير كاني انا بدعم انا بطلع من فلوسي من جيبي دعم بياخده الراجل صاحب المصنع اللي هو يعني تمام. يعني واخد بالك ده 75%، يعني كان في 75 مليار جنيه. عندنا فروق الضرائب المتاخره الخبراء بيقدروها ما بين 63 ل 83 مليار جنيه. في حاجه تاني اهم بقى، في 100 مليار جنيه فروق تقييم الاراضي اللي تم خصخصتها في عهد حسني مبارك. 100 مليار دول هقول لك واحد بس فيهم ارض العياط في 26,000 فدان في العياط، من اجود الاراضي الزراعيه، اخذتها شركه اسمها مصريه الكويتيه وقت احمد نظيف. 26,000 فدان، الفدان الواحد في 4200 متر، خدوها ب5 مليون جنيه مصري. ايه ده ممكن اي مواطن كان يشتريها يعني. النهارده خدوها عملوها اسكان، يعني بنوا مساكن على الارض. قيمتها بقت كام؟ 44 مليار جنيه مصري. ايه ده؟ لان المتر بيتحسب ب 400 جنيه. ثانيه واحده، من 5 مليون ل 44 بالظبط مليار. بالظبط كده. المتر تقييمه النهارده ب 44 مليار. لو هنضرب ب 400 جنيه، 400 في 4200 في 26,000 يعمل لك 44 مليار. تمام. في حلول تانية طيب غير كده؟ ده انا شايف ان ده كتير. الحاجات اللي احنا عملناها دي نوصل ل 350 مليار جنيه مصري، وانا عندي عجز ب 175. اروح استلف بقى من صندوق النقد ولا انا عندي خير اهو؟ طبعا صندوق النقد ده هياكلنا ويشربنا ويعمل كل حاجه. ما صندوق النقد ده هيودينا في 60 داهيه. ليه بس؟ هو ده الحل الامثل. ما الخير موجود، اروح استلف ليه وانا عندي خير؟ معرفش بقى. 8802 رقم الاس ام اس. نسمع صندوق النقد بقى. صندوق النقد يا صندوق، سموه في الشهد مين هيدوق. انتوا بتسمعوا استوديو هيتس مع عايدة سعودي على راديو هيتس. وقتنا تقريبا خلص. اخر كام دقيقة هنحاول نرتب افكارنا ونرد على كل الحاجات اللي احنا قلناها في الاخر. معانا النهارده الخبير الاقتصادي استاذ رائد سلامة. استاذ رائد، حضرتك الاول كنت عايز تعلق على صندوق النقد؟ تمام. هو طبعا مع الاغنيه كانت مناسبه جدا. فالحقيقه واحنا برضه خلينا نربطها بالكلام اللي احنا بنقوله، العجز. واحنا عندنا فلوس، طب انا عندي فلوس اروح استلف ليه؟ صحيح. ويعني واستلف كام؟ احنا النهارده رايحين ناخد الحلول القصيره دي قصيره قد ايه؟ يعني في كام يوم تطلع؟ يعني كام يوم ببساطه محتاجه اراده سياسيه. النهارده كنت بقول لك مثلا الارض العياط دي 44 مليار. هناخد الفرق. الجماعه في لان هنا برضو في مشكله تانية. الجماعه في اللي اشتروا الارض بلاش كلمه الجماعه بقى، حضرتك قصدك الناس اللي اشتروا بنلقح كلام على الناس اللي اشتروا الارض بالفعل عارضين تسويه، بيقولوا يا جماعه خدوا 38 مليار. واحنا ايه ما بنقبلش؟ مش قابلين فلوسهم يعني؟ يقول لا. هنا طلع 34 مش 38، 34 مليار. طلعت البيروقراطيه المصريه العتيده اللي تحالفت مع، يعني مش عايز اقول كلام كبير، لكن البيروقراطيه المصريه قالت لا يا فندم، المبلغ اللي تم تقديره هو كذا، مش هتنازل عن حاجه تاني منه. طب تعالوا ندخل في مفاوضات. الحكومه المصريه طالبه 48 مليار، والجماعه التانيين عارضين 34. خلاص يعني نوصل لكومبرومايز بالظبط. 36 38 من الوارد، بس نخلص. احنا مزنوقين يا جدعان. احنا مزنوقين بالظبط. الرقم اللي مطلوب ان احنا نستلفه من صندوق النقد تقريبا بيساوي الحكايه دي، بيساوي المبلغ ده. ليه لا اقل اكتر؟ كام 38 مليار هم هيدفعوا؟ واحنا هنستلف 4 مليار باين ولا كام؟ 4 دولار، 4.8 مليار دولار. ده 8 ده دولار مصري وده جنيه مصري. تقريبا نفس المبلغ. فاحنا محتاجين اراده سياسيه نخلص عشان نفوق ونبص لقدام. النهارده مشاكل الصندوق ايه؟ لان في مشاكل اجتماعيه هتعمل لنا ازمه وهتعمل لنا خراب اجتماعي. الناس بيقولوا اصلاح اقتصادي، برنامج اصلاح اقتصادي. متاسف، ده برنامج خراب اجتماعي بجد. النهارده مطلوب ببساطه. يعني مخاوفي انا من الحاجه فيها جانبين، جانب اقتصادي وجانب سياسي. الجانب الاقتصادي تعويم الجنيه. يعني سعر الجنيه هيبقى مطلق، ما حدش يراقبه ولا حد يحط له يتدخل في وقت من الاوقات بحيث انه يسيطر على سعره، لان احنا مرتبطين بالاستيراد زي ما كنا بنقول من شويه، واحنا بنستورد كتير. فاذا بنستورد ب 10 مليار دولار اكل ويحصل زياده جنيه واحد بس في سعر الدولار، 10 مليار جنيه. مين اللي هيشيل 10 مليار جنيه؟ والنهارده الحكومه متفقه مع صندوق النقد بشكل او باخر ان مش هيزودوا الدعم، لان الدعم معناه عجز يزيد.
فمين اللي هيشيل ال 10 مليار جنيه زياده؟ إحنا. الشعب، تمام. في صوره غلاء في الاسعار. فادي اول نقطه. تاني نقطه يجي يقول لك لا خصخصه، مفيش حاجه اسمها قطاع عام ولا غيره. ولذلك لما نربط بقى الحاجات دي كلها ببعض، قانون الصكوك، بقناه السويس، بخصخصه الخدمات، يعني في حاجه اسمها اجاره الخدمات اللي كنا بنقول عليها من شويه، كل ده بيصب في النهايه في موضوع الخصخصه. رفع الدعم عن البسطاء، زياده الضرائب، في زياده مهوله في الضرائب حاطينها السنه دي، لانه ببساطه اهم بند في زياده الضرائب ضريبه المبيعات اللي حضرتك بتدفعيها زي ما انا بدفعها، زي ما اغنياء مصر بيدفعها. مثلا في علبه البيبسي كل الناس بتدفع نفس ضريبه المبيعات. ضريبه المبيعات زادت لان اسعار الحاجه زادت، فاوتوماتيكلي الضريبه بتزيد. دي مشاكل من الناحيه الاقتصاديه. من الناحيه السياسيه كلنا قرينا من فتره ان هي صندوق النقد هيجيب واحد يقعده هنا في البنك المركزي، مندوب السامي اسمه اسامه كنعان، هيجيبوه يقعدوه في البنك. هو اصله اردني فلسطيني اردني، عشان يبقى بيتكلم عربي، وعشان طبعا حتى دي مجرد انهم حتى يجيبوا لنا واحد يقعدوه دي فيها اهانه، فما بالك بقى يجيبوا لنا واحد بيعرف يتكلم عربي، عشان احنا زي ناظر، ما بنعرفش نتكلم انجليزي. زمان زي الناظر بتاع الزراعه زمان يعني لا اسوأ، يشرف علينا يعني زي ناظر الزراعه. اسوأ يراقب استخدامنا للفلوس اللي هناخدها من صندوق النقد ومن الهيئات الدوليه. بعيدا بقى احنا خدنا هو ماله بقى يعني بنعمل ايه بالفلوس؟ لا هو نعمل ايه بيها دي حاجه ثانيه كمان على فكره. خدي بالك من حاجه، لا هي مش استلفناها وخلاص ودبسنا فيها. صندوق النقد، وده الفرق ما بين صندوق النقد والبنك الدولي. صندوق النقد يسلفك عشان الاكل والشرب، البنك الدولي يسلفك عشان تعملي مشروعات تنمويه طبعا. فده ده مش معنى كده ان ده احسن من ده، برضه كل واحد عنده شروطه اللي فيها مشاكل يعني. برضه صندوق النقد طبعا ده اللي قاله عبد الناصر لو تفتكري، او يعني ما حدش طبعا كان موجود مننا وقتها، لكن وقت تأميم قناه السويس قال انا مش عيب ان انا استلف علشان ابني بلدي، بس ابني بلدي بقى، مش هستلف عشان اكل واشرب. استلف عشان اكل واشرب يبقى انا رايح في داهيه. طب طبعا حضرتك بعد ما قلنا حاجات ايجابيه حضرتك بوظتها بالكلمتين الاخرانيين. لا والله ابدا انا لا بنفكر 350 مليار جنيه عندنا جاهزين انهم يدخلوا النهارده. يسندوا لنا، بس محتاجه اراده سياسيه. ده غير الحاجات اللي نجيبها كمان اتمنى يعني 5-10 سنين يعني على اللونج ران. هنعيش يا دكتور يعني لا باذن الله بس محتاجه اراده سياسيه قويه، والاراده السياسيه بيخلقها الشعب، ومهما حصل ومهما كان احنا اللي هنعمل البلد حقيقي زي ما حصلت الثوره قبل كده. يعني نقول للناس ما تتشائموش يعني خالص. نصدق في التغيير، ونصدق ان احنا عندنا حلول حقيقيه بالمره، ونقول راينا لما يبقى عندنا مشاكل زي دي بالمره. طبعا بدون شك. انا مبدئيا بشكر حضرتك جدا لانه فعلا انا يعني فهمت يعني. انا اللي سعيد عايز تسال دكتور في الجامعه او حاجه عشان الطلبه اكيد هتفهم احسن لو حضرتك عندنا زي حضرتك كتير. حقيقي بشكرك. اهلا بيك. استاذ رائد سلامه الخبير الاقتصادي وعضو مجلس امناء التيار الشعبي. اكيد هيبقى لنا لقاءات ثانيه كل فتره كده نشرح بس الوضع الاقتصادي عامل ازاي بالطريقه البسيطه بتاعت حضرتك دي، يعني حاجه شاكره. يشرفني شكرا جدا. اشكرك. خلصت حلقتنا النهارده، وبكره قبل دلوقتي بساعتين هكون معاكم في حلقه جديده في استوديو هيتس على راديو هيتس. كان معانا النهارده استاذ رائد سلامه خبير الاقتصادي. بعتقد انه اللي تابع الحلقه من اولها لاخرها فهم موضوع الصكوك، فهم موضوع محور قناه السويس، وانا مش هقول عليه اقليم عشان مش هاقلمه، بس على الاقل فهمنا شويه الحدوته، علينا في راسنا نعرف خلاصنا. واكد تاني على الكلام على جزء من اللي قاله ضيفنا النهارده، الاراده السياسيه. محدش بيشك في حد، تكون عايزين نعيش حياه كريمه يعني، مش عيب خالص ان احنا نتمنى ده. اخر اغنيه كينجي محمد منير ازاي. السلام عليكم، تصبحوا على خير، وباي باي وبونجور وبونسواري وكل حاجه حلوه، والسلام عليكم.